روان ناصر طالبة بالفرقة الرابعة بجامعة الزقازيق، من يومين بالظبط سقطت من الطابق الخامس بالجامعة، فبدأ زمايلها ودكاترة الجامعة وإدارة الجامعة يتجمعوا حواليها. كل ده وروان بتنزف في دمها. للأسف محدش حاول ينقذها، فضلوا سايبينها لحد لما لفظت أنفاسها الأخيرة. أغلب الطلبة كانت بتصور بدل ما تساعد، مفيش حد فيهم فكر يشيلها من على الأرض على كتفه ويجري بيها ويحاول ينقذها، وده الطبيعي طبعا. هتقول لي بقى اصل الامن كان قافل الابواب، اصل انا خايف من المسؤوليه وخايف على مستقبلي، اصل ما ينفعش اشيلها يا فتحي عشان ما يحصلهاش ضرر اكتر. اما اتحاد الطلبه فكانوا مشغولين عشان كان بيجمعوا الهواتف من الطلبه اللي بتحاول تصور. لا لا لا، برافو برافو، عمل عظيم ومجهود جبار. اما بعض رجال الجامعة رفضوا التدخل نهائي، وكان كل همهم مسح اثار الدم او اثار الواقعة، ومفيش حد من الدكاترة كلف نفسه يتصل على الاسعاف. وجنبها على طول مستشفى الجامعة بمسافة 3 دقايق مشي بس، وكمان جنبهم مستشفى صدناوي الخاصة. عربية الاسعاف بعد ما وصلت يا راجل، وده بعد نص ساعة، وصلت بدون ممرض، والسواق رفض يشيل روان من على الارض عشان يخلي نفسه من المسؤولية، وطلب من زمايلها ان هم اللي يشيلوها من على الارض ويضعوها في سيارة الاسعاف. اما بقى المستشفى اصرت على قطع تذكرة الاول عشان يدخلوها، كمان رفضوا يدخلوها بدون بطاقتها اللي هي اثبات الشخصية، ولازم يكون في ضامن ليها. ده كمان الكاميرات بتاعة الجامعة كانت مفصولة، وكمان شنطتها وتليفونها اختفوا. وهنا تحس ان كل ده مدبر وان في شبهة جنائية. بعض الاقاويل والله اعلم بتقول ان عميد الجامعة متورط في الموضوع ده، واصلا لما شاف المنظر قال لهم ايه القرف ده، امسحوا الدم ده بسرعة. كلها يومين 3 ونعرف اللي حصل بالظبط، وهنشوف دي بقى حادثة ولا انتحار ولا جريمة. وهنا بصراحة انا عندي كام سؤال. ليه بتخاف من المسؤولية وفي روح بتموت قدامك؟ طب ليه خايف على نفسك واكل عيشك وعامل مالكش دعوة؟ ومن امتى الاجراءات بقت اكثر قداسة من روح بني ادم؟ السؤال الاهم بقى، هو احنا من امتى بقينا سلبيين قوي كده؟ ربنا يرحمك يا روان.